هيا يا بني، لقد انتهى وقت مشاهدة التلفاز. هيا للدراسة والمراجعة. أوه، سأراجع دراستي بعد قليل. لا، انتهى وقت المشاهدة. هيا اذهب الآن. أوه، لا أريد أن أدرس الآن. أولاً، لا يجب أن ترفع صوتك فوق صوتي وتكلم بصوت منخفض. هيا اذهب إلى غرفتك الآن. حسنا يا أمي. كل الأمهات تقريبا يمرون بمواقف مثل هذه. قد يكلمك ابنك أو ابنتك بغضب وصياح، فماذا عليك أن تفعلي كأم؟ يجب عليك أن تجيبيهم بحزم، ولكن بصوت منخفض، أي دون الصياح، وذلك لثلاثة أسباب. أولا، حتى يعرف ابنك أو ابنتك أنك قادرة على التحكم في مشاعرك وردود أفعالك. في بعض الأحيان رد فعل الأبناء عندما تطلب منهم الأم أمرا وهو لا يعجبهم يضطرون للاستجابة للأمر، فيحاولون استفزازك. لذلك لا تتركيهم يتحكموا في مزاجك. ثانيا، يجب أن تقللي من مستوى التوتر لديك حتى تأخذي القرار الصحيح، وهكذا يمكنك أن تعلميهم وتوجهيهم نحو العمل الصحيح بطريقة أحسن. أما السبب الثالث فهو عندما تخفضي من صوتك سيساعدك هذا الأمر على أن التوتر لدى ابنك ينخفض، خاصة في أول المراهقة. تجدي أن الأبناء كثيري التوتر والصراخ، لذلك لو احتفظت بهدوئك ستسمعي كلمة آسف أو آسفة. لذلك دائما يجب أن تقولي لأبنائك: صوتك دائما يكون منخفض وأقل من مستوى صوتي. ويمكننا أن نتناقش بهدوء، أو يمكنك أن تدخل إلى غرفتك إلى أن ينتهي غضبك ثم نتحدث في الأمر. أنا آسف يا أمي، سأذهب لمراجعة دروسي.